من مديرها إلى أعضائها. وفي بعض الأحيان ما كنبقاش نشعر، لأنني أفكر أساسا في نجاح هذا المؤتمر. ولاحظتم كيف أنه في بعض اللحظات ربما يتجاوز الحدود فقط غيرة على هذا الحزب، فقط لأنني أريد إلى جانب هذه القيادة أن أرى دائما هذا الحزب في أعلى المراتب وفي أعلى المستويات. في هذا المسار كنت قاسيا مع بعضكم، أعتذر عن ذلك، كما كنت قاسيا مع من اشتغل من أجل تحضير هذا المؤتمر في الإدارة الوطنية، والفضل في ذلك يعود بالأساس رفاقنا في مجلس الرئاسة، وعلى رأسهم رفيقنا مولاي إسماعيل العلوي وكل الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء، شكرا لكم ولكن جميعا على هذه الثقة وعلى هذه اللحظة النضالية الهائلة التي عشناها جميعا منذ افتتاح مؤتمرنا الوطني 11 بالأمس في جلسة افتتاحية قوية مليئة بالدلالات بالنسبة لفضائنا السياسي الوطني، ووصولا إلى هذه اللحظة التي نختتم فيها أشغال هذا المؤتمر، مرورا طبعا بكل اللحظات التي عشناها في لجان المؤتمر ثم في الجلسات العامة، دائما بنفس الروح، دائما بنفس الالتزام، دائما بنفس المقاربة الإيجابية الوحدوية المبنية على التوافق فيما بيننا. طبيعي أنه في بعض اللحظات عندما أساساً يتعلق الأمر بانتخاب الهيئات المسؤولة وأساساً اللجنة المركزية أن تكون هناك بعض التعبيرات النابعة من الرغبة الصادقة بالنسبة لعدد منكم ومنكن في مختلف الفروع والهياكل الحزبية بالانتماء إلى هذه الهيئة الوطنية التي تعتبر أعلى هيئة للحزب بين مؤتمرين. لكن كما تعلمون من الصعب أن تضم هذه اللجنة كافة مندوبات ومندوبي المؤتمر، ولذلك فليشعر الجميع ممن حضر هذا المؤتمر وممن لم يتمكن بأن يحضر هذا المؤتمر بأن عمليا وهي موجود وموجودة في اللجنة المركزية من خلال الرفيقات والرفاق الذي يمثلون مختلف الأقاليم ويمثلون مختلف الهيئات الحزبية. أريد في هذه اللحظة أن أعبر لكم ولكم جميعا الحاضرين الحاضرات والحاضرين، لكن كذلك الغائبات والغائبين من آلاف المناضلات والمناضلين الذين شاركوا في مختلف المحطات التحضيرية. أريد أن أعبر للجميع عن مشاعر الشكر والامتنان والتقدير على كل التضحيات المبذولة
وعلى روح الالتزام الحزبية العالية التي لاحظناها، بحيث أننا شاهدنا ارتفاع تدريجي للتعبئة وللحماس من أجل أن يعقد هذا المؤتمر في الأجواء التي عقدناه فيها، ولكن كذلك في هذه الأجواء التي كذلك ونحن نختتم هذا المؤتمر نرى ارتفاع قوي لدرجة الحماس. شكرا لكم على كل ذلك. قابل يا رفيق، ما زلنا على الطريق. شكرا باسمكم جميعا لكل من اجتهد محليا إقليميا جهويا وفي المنظمات والهيئات الموازية والتابعة للحزب، لكن شكر خاص باسمكم جميعا للجنود الذين سهروا على حسن تنظيم هذا المؤتمر، منذ شهور، خاصة على المستوى الوطني وبالمقر الوطني للحزب الذي بالمناسبة تم توجيه ملاحظة إليه بالنسبة للشريط الذي عرض بأنه لم نقدم هذا المقر الوطني كإنجاز من الإنجازات الأساسية التي حققها الحزب في هذه السنوات. والمسألة ربما تستحق شريط يتفرد لهذه المسألة. بهذا المقر الوطني، الإدارة الوطنية، لكن كثير من الطاقات الحزبية اشتغلت ليل نهار، خاصة في الأسابيع الأخيرة. وبهذا الفضاء ببوزنقة إلى جانب كل هذه الطاقات اشتغلت طاقات أخرى رأيتموها بالإدارة بمختلف فضاءات هذا المؤتمر، اشتغلوا ليل نهار من أجل توفير الظروف لمبيتكم، لتغذيتكم، لوثائقكم، لاجتماعاتكم، ليمر هذا المؤتمر في أحسن الأجواء. وأريد أن تقفوا إجلالا لهم على هذا المجهود. حرية، كرامة، عدالة اجتماعية. حرية، كرامة، عدالة اجتماعية. بالطبع بالطبع يتعين كذلك أن أقف على المجهودات الهائلة المبذولة من قبل القيادة الوطنية للحزب التي أتت بالحزب إلى هذا المؤتمر من لجنة مركزية، لكن أساساً من مكتب سياسي الذي واصل العمل باجتهاد بكد وبشكل مستمر. فأريدكم كذلك أنكم تحيوا جميع الرفيقات والرفاق المنتمين لهذه القيادة الوطنية على ما قاموا به. وفي هذا المسار يعلم الجميع في كل هذه الفضاءات الحزبية الأساسية كم هناك حرص جماعي من قبلنا على أن نحافظ على حزبنا ونحافظ على هويته وعلى مرجعيته الاشتراكية التقدمية اليسارية الديمقراطية. والأمر ليس سهلاً بالنظر لما نحياه في فضائنا السياسي، واستطاع الحزب أن يقوم بذلك وأن يحافظ على هذا التوجه
وذلك يعود بالأساس، والفضل في ذلك يعود بالأساس إلى هذه المجهودات المبذولة من القيادة الوطنية، سواء تعلق الأمر برفاقنا في مجلس الرئاسة وعلى رأسهم رفيقنا مولاي إسماعيل العلوي وكل الرفاق، يعذروني إلا ما ذكرتش الأسماء ديالهم كاملين، لأنهم وصلوا العمل باستمرار وكانوا يراقبون بحس إيجابي ويعملون دائما على التنبيه عندما كان الأمر يحتاج إلى تنبيه بالنسبة للمحافظة على هذا التوجه وبالنسبة لتثبيت مكانة حزب التقدم والاشتراكية في المجتمع المغربي. شكرا لكم على هذا العمل الذي قمتم به، لكن كذلك رفاقي في المكتب السياسي ورفيقاتي، وفي ذلك في بعض الأحيان كنت قاسيا مع بعضكم، أعتذر عن ذلك. كما كنت قاسيا مع من اشتغل من أجل تحضير هذا المؤتمر في الإدارة الوطنية، من مديرها إلى أعضائها. وفي بعض الأحيان ما كنبقاش نشعر، لأنني أفكر أساسا في نجاح هذا المؤتمر. ولاحظتم كيف أنه في بعض اللحظات ربما تجاوز الحدود فقط غيرة على هذا الحزب، فقط لأنني أريد إلى جانب هذه القيادة أن أرى دائما هذا الحزب في أعلى المراتب وفي أعلى المستويات. فأرجو أن تحافظوا دائما على ذلك، وأرجو أن يستمر الحزب على هذا النهج. شاءت الأقدار، وسأختم بذلك، بأنه في نهاية المطاف رغم إصراري على عدم الاستمرار في المسؤولية كأمين عام، رغم اقتناعي الراسخ بأنه آن الأوان لتجديد الدماء، سواء تعلق الأمر بالأمانة العامة أو جزئيا، أقول جزئيا فقط بالنسبة للمكتب السياسي، وجزئيا أيضا بالنسبة للجنة المركزية. رغم هذا الاقتناع الراسخ لم تكون الظروف مناسبة ربما ليتم ذلك على الأقل بالنسبة للأمانة العامة. وها أنتم قررتم بمبادرتكم أن أواصل هذه المسؤولية، سأعمل على ذلك، سأكون قدر الإمكان في الموعد إلى جانب اللجنة المركزية المنتخبة وإلى جانب المكتب السياسي بعضواته وأعضائه بعد انتخابه في الأسابيع القليلة المقبلة. لكن أريد أن يكون هناك التزام جماعي، وحتى نكون مقيدين جميعا بذلك، أن يكون المؤتمر المقبل فرصة حقيقية لنعمل على التجديد على جميع المستويات بما فيها الأمانة العامة للحزب. فشكرا لكم جميعا. بقي لنا الآن أن نعود جميعا إلى قواعدنا سالمين غانمين قدر الإمكان، وأن نواصل الطريق، أن نواصل الطريق من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها هذا الحزب، من أجل المجتمع الديمقراطي التقدمي المتحرر المزدهر،
الذي ناضل من أجله جيل من الرواد، والذي نواصل نحن اليوم النضال من أجله. شكرا لكم رفيقاتي رفاقي، وتبارك الله عليكم. وربما باسمكم جميعا ونيابة عنكم جميعا، لكن على الأقل بالنسبة إلي معذرة أيضا لأسرنا ولأسرتي، لأنه كل هذه المجهودات تتم على حسابها كل هذه المجهودات تتم على هذا الحساب. فالله يسمحوا لنا جميعا، يسمحوا لنا على كل ما نقوم به. وباسم الجميع أعتقد باسم الجميع نعتذر لأسرنا، لأبنائنا، لبناتنا، لأزواجنا نساء ورجال على التفريط الذي يمكن أن يكون على هذا المستوى. تبارك الله عليكم، وتبارك الله على نجاح هذا المؤتمر، وشكرا لكم. ونواصل النضال جميعا موحدين منتصرين إن شاء الله في كل المحطات